الدفاع إلى الأجهزة الأمنية بالاستعداد لأي سيناريو تصعيد، وربما في أكثر من ميدان. وهذه الليلة أقول لأعدائنا أي تصعيد من جانبكم سيقابل برد ساحق. لإطلاق النار بين الجيش الميداني الثالث هذه المرة وبين الجيش الإسرائيلي. دبابات وعربات وجرافات تحترق وصراخ الجنود في كل مكان. الخطط بدأت تفشل ونيران المعارك تلتهم كل ما يقابلها. من غبار الصحراء المصرية خرج وحش المعارك وزلزال القوة المصرية، وأسد أرض سيناء يفجر مفاجأة للجميع. لم نعد نحتمل ما يحدث، وقرار النفير العام سيبدأ بملايين المقاتلين. هدد وتوعد قائد الجيش المصري بدخول الحرب، فهل سيفعلها؟ وبإعلان انقلاب ضد محمود عباس، محاولة اغتيال واستهداف مباشر لموكبه في الضفة. فما الذي حدث؟ وإلى بلاد الرافدين آلاف الأطنان من الوقود تتجه إلى القطاع المحاصر، والإمارات تفاجئ العالم بتصريح ناري: هدفنا إخوتنا في القطاع بعيدا عن شعاراتكم الكاذبة. فهل بدأ الانقلاب على التطبيع؟ وبصفعة جاءت كصاعقة على وجه زيلينسكي، حكومة الكيان ترفض الزيارة الأوكرانية وتوجه رسالة قاسية لشقيقها في الغرب. وبصفقة روسية مع الفصائل في الشرق، بوتين يعلن خروج المواطنين الروس من القطاع المحاصر. فماذا حوت هذه الصفقة؟ وإلى اليمن، انفجار ضخم يستهدف رئيس أركان الجيش اليمني، والحكومة تبدأ بتحديد الفاعل. وبصواريخ لم يسبق لها مثيل، بايدن يرتجف خوفا من سلاح بوتين الذي سيحرق المقاتلات الأمريكية، وكتيبة أوكرانية كاملة